السلام عليكم، مرحبا بكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. ريان أيت نوري دار ماتش كبير قدام ليفربول وبين باللي راهو واحد من أحسن الأظهرة اليسرى في إنجلترا هذا الموسم. اللاعب الجزائري كان حاضر ذهنيا وبدنيا من الدقيقة الأولى، وقف ند لند قدام نجوم كبار وما خلاش المساحة لا لصلاح لا اللي يلعبوا في الجهة تاعو. أيت نوري تميز بزاف في الدفاع، تدخلاته كانت في الوقت المناسب، قرا اللعب مليح ونجح يقطع كرات خطيرة كانت قادرة تقلب الماتش. وماشي غير هكذا، حتى في الهجوم كان فعال، طلع بزاف، صنع الفرص وعاون فريقه في الفروج بالكرة بطريقة منظمة، وهذا كامل ضد فريق بحجم ليفربول وضغطه العالي. الصحف الإنجليزية ما سكتتش على الأداء تاعو، بزاف جرائد ومواقع رياضية أشادت بالمستوى اللي قدمه، قالوا بلي أيت نوري ولا لاعب ناضج يعرف كيفاش يسير الماتش وعنده ثقة كبيرة في النفس. بعض المحللين اعتبروه من أفضل لاعبي فريقه في اللقاء، وأكدوا باللي قدرته على الجمع بين الدفاع والهجوم خلاته يشكل خطر دائم على الجهة اليسرى. حتى جماهير الكرة في إنجلترا تفاعلت مع الأداء تاعو، خاصة على مواقع التواصل، وين شافوا باللي لاعب جزائري يقدر يفرض روحه قدام واحد من أقوى أندية العالم، وهذا زاد رفع القيمة تاعو في السوق، وريان أيت نوري ولا اسم مطروح في فرق أكبر. باختصار، ماتش ليفربول كان رسالة قوية من ريان أيت نوري، اللاعب راه جاهز للمستوى العالي وقادر يكون قطعة أساسية سواء في فريقه ولا في المنتخب الوطني الجزائري. الأداء هذا ما يجيش بالصدفة، بل نتيجة خدمة، انضباط وثقة في النفس، والمستقبل ما زال قدامه.